لو فاكر ان تقليد غيرك هيعدل حالك، افتكر برج بيزا اللي فضل مايل لحد دلوقتي. وده مش مثال، لا ده اللي حصل بجد. تعالى كده اخدك في رحله قبل سنه 1173 ميلادي، وقت قليل مش كتير. مدينه بيزا الايطاليه كانت واحده من اهم المدن الساحليه في ايطاليا. في السنه دي المعماريين قرروا يعملوا حاجه لمدينتهم ما اتعملتش قبل كده. ميدان المعجزات كان المكان اللي اختاروه علشان يبنوا كاتدرائيه ضخمه وبرج جرس، ده اللي بعد كده بقى برج بيزا. الفكرة كانت ان البرج يبقى رمز لقوة وثروة المدينة. المعماريين بدأوا البناء بتصميم كان متأثر شوية بالعمارة البيزنطية والعمارة الرومانية، كانت منتشرة في أوروبا وقتها، وده واضح من الأعمدة والزخارف. لكن المشكلة الحقيقية ما كانتش في الزخارف ولا في الأعمدة، كانت في الأرض اللي هم اختاروها علشان يبنوا عليها. التربة اللي تحت البرج كانت رخوة جدا، مليانة طين ومية، وده اللي خلى الأساسات ما كانتش عميقة كفاية، كانت حوالي 10 أقدام بس. وده خلاهم بعد ما بنوا أول دورين حصلت لهم مفاجأة، البرج بدأ يميل. وهنا وقفوا عن استكمال المبنى بسبب مشكلة التربة والحروب اللي كانت كتير وقتها. لكن لما رجعوا يكملوا المبنى حاولوا يصلحوا الميلان ده على قد ما يقدروا، وفضلت المحاولات دي شغالة لحد سنة 2001، وساعتها وصلوا لأقصى درجة ميلان أمانا، واللي هي بمقدار 397 درجة تقريبا. طب البرج بقى هيثبت على كده ولا هيفضل يميل؟ هو الحقيقة هيفضل يميل، ولكن بدرجة أقل بكتير جدا من اللي كان بيميلها قبل كده. يعني الخبراء بيتوقعوا إنه هيفضل صامت في ظل الظروف الطبيعية لمدة 200 300 سنة كمان. ما تنساش تعمل فولو وتقول لي في الكومنتات، هل تتوقع إن الخبراء كلامهم صح وفعلا هيستمر المدة دي ولا هيقع قبل كده؟